وإن عرشه قد دك دكا، وإن نعشه قد حمل حملا، ولن تقوم لنظامه قائمة، ولن تبقى لذيوله باقية. فيا ترى ماذا عساهم يفكرون بهذا الخروج البائس في جنوب البلاد وغرب العاصمة، يكبرون ويهللون بتلك المقولة الكفرية التي تخرج صاحبها من الملة اعتقادا. نقول لهم: وإن عدتم عدنا، وإن عدتم عدنا، وجعلنا لكم نار المجاهدين حصيرا، تتقلبون على جمر البنادق وتدحرون دحرا. ننادي بالمصالحة الوطنية، وننادي بكف الأذى وحقن الدماء، ننادي بالتعايش السلمي بين كل أهله البلاد، ولكنهم ما أن تحصلوا على فسحة حتى خرجوا بخرقهم، حتى خرجوا بأدرانهم وعفنهم، أجلكم الله. نقول لهم: من يحلم بالعودة فهو لا يرتقي بأن يكون حلما، بل هي أضغاث أحلام، فقاقيع صابون، زوبعة في فنجان، لأن الرجال الذين يحرصون على الموت كحرصهم على الحياة لا زالوا يملؤون بلادنا، لأن الرجال الذين رفعوا لواء الجهاد لا زالوا على قيد الحياة، لم يموتوا كلهم، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إن مجرد التعاطف مع هؤلاء أعتبره خللا عظيما في التفكير، لأننا لن نسمح بالتهاون في دماء شبابنا الذين قضوا من أجل أن يزول هذا النظام وأفكاره، الذين جادوا بأرواحهم غالية، الذين تركوا أهلهم وديارهم وأولادهم وأموالهم. لن نسمح بأن تذهب هباء منثورا. إذا أرادوا التعايش السلمي والمصالحة فنحن لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن أرادوا أن يهللوا ويكبروا بطاغيتهم فنحن لهم، وسندحرهم بإذن الله عز وجل.